التاريخ بيخبي في طياته حاجات مش مفهومة، حاجات لو حد حكاها لك تقول عليه بيبالغ، لكن لما تلاقي الوثائق والتقارير بتأكد تسكت وتفكر. هل فعلا احنا عارفين كل حاجة عن العالم اللي احنا عايشين فيه؟ سنة 1921 في قرية روسية صغيرة اسمها كالشي حصلت حاجة ملهاش تفسير علمي واضح لحد النهاردة. الناس بدأت تنام مش نوم عادي، نوم للأيام. فجأة من غير مقدمات الناس تقع في الشارع، في السوق، جوه البيوت، ويناموا كأنهم في غيبوبة. كنت ماشي في السوق وبعدين لقيت الراجل اللي بيبيع العيش وقع على وشه من غير ما يتكلم ولا يئن، وقع ونام. حاولنا نصحيه ما فاقش. ابني نام 6 أيام وما كانش بيتحرك ولا بياكل ولا بيشرب، والدكاترة ملقوش تفسير. الغريب انهم لما كانوا بيصحوا كانوا بيحكوا عن أحلام غريبة وأماكن مش من العالم ده، وأكتر من 14% من سكان القرية حصل لهم نفس الحالة على فترات متفرقة من سنة 2013 لحد 2015. الحكومة الروسية بعتت فرق بحث، أطباء وأجهزة واختبارات إشعاع، لكن مفيش نتيجة نهائية. في ناس قالت إن في مواد كيميائية في الأرض، ناس تانية قالت تسريب غاز من مناجم قريبة، بس ولا فرضية تم تأكيدها بنسبة 100%. وفي علماء نفس قالوا لا، ده شيء متعلق بالعقل الجمعي أو حتى تجربة حكومية سرية فاشلة. قرية موجودة لحد النهاردة بس بقت مشهورة باسم قرية النعاس، ولو دخلت على خرائط جوجل هتلاقيها فعلا، بس محدش عارف ايه اللي حصل فيها بالظبط، وليه الناس هناك ناموا، وليه صحوا فجأة، وليه حصل ده، ومحدش لحد دلوقتي لاقي إجابة.